فيديو النهاردة هوريكم أسهل وأبسط طبق ممكن تعملوه. الطبق ده ممكن يتقدم جنب أسماك أو ممكن مشويات، طعمه جميل جدا، أو ممكن كمان تحطوه كده على توست محمص وتاكلوه. بجد طعمه خطير وسهل جدا وما بياخدش أي وقت خالص في تحضيره. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة، بس أهم حاجة متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. في الوصفة دي لازم نستخدم الفلفل الأحمر اللي هو الفلفل المسكر اللي احنا بنعمل منه البابريكا. حطيت كده في الأول ورقة زبدة في الصينية، وبعد كده عملت فيه فتحات كده في الفلفل علشان لما بيخش الفرن بيتملي مية، بيتنفخ وبيتملي مية. وبعد كده رشيت عليه زيت زيتون، يعني فوق كل واحدة كده معلقة من زيت الزيتون ورشة ملح بسيطة. وبعد كده دخلته بقى الفرن على درجة حرارة 200 علشان يتشوي. أول ما بياخد اللون الشوي دوت بنطلعه على طول من الفرن، بيبقى جاهز. بنسيبه بقى شوية كده لغاية ما يبتدي ان هو يبرد. وبعد كده هنبتدي بقى ننضفه من البذر ونشيل كده القشرة اللي هي بتبقى من بره كده على الجلد، دي بتتشال معانا بسهولة. واول ما ننضفه كويس كده بقى من البذر والقشرة اللي من بره، هنبتدي بقى ناخد الفلفل بعد ما نضفناه كويس، هنبتدي بقى نحطه في كبة. وبعد كده هنضيف بقى عليه كمان شوية كده من عين الجمل. لو عندكم كمان شوية من عين الجمل ضيفوهم بجد على الطبق ده، يعني هينقل الطبق ده لمكان تاني خالص. وبعد كده ضفت ربع معلقة من الملح وربع معلقة من البابريكا، وكمان ضفت كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من هريسة الشطة طبعا لو انتوا حابين تضيفوها، ونص عصرة ليمونة. يعني لو الليمونة حجمها كبير كده زي اللي انا استخدمتها هتعصروا نص ليمونة، او ممكن ليمونة صغيرة. وزودت كمان فصين من الثوم. هاخد بقى كده كل المكونات دي وهضربها في الكبة لغاية ما تتحن معايا زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص الطبق بقى جاهز. هنبتدي بقى نسرفزه. سرفزوه بقى انتوا بقى زي ما انتوا عايزين. حطيته بقى في طبق التقديم، وبعد كده على الوش ضفت كده معلقة كده معلقتين من زيت الزيتون ورشة بسيطة كده من البقدونس. وبس كده الطبق بيبقى جاهز على التقديم. مش قادرة اقول لكم بجد احلى طبق ممكن تعملوه، سهل جدا وبسيط وما بياخدش اي وقت في تحضيره. ولو عايزين كمان بقى تزودوا كمان شوية كده من العين الجمل المجروشة ممكن تزودوها على الوش. وبس كده الطبق بيبقى جاهز. اتمنى يكون الطبق عجبكم، جربوه بجد، انا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. وبألف هنا على كل هيجرب وصفة النهاردة، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.